اهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهارده هنعمل مع بعض الكنافه بالكريمه او بالقشطه الكدابه بطريقه بسيطه جدا. هقول لكم ازاي الكنافه بتاعتنا تبقى مرمشه وفي نفس الوقت الكريمه لسه طريه زي ما انتم شايفين كده من جوه، وكمان هقول لكم على احلى طريقه تعملوا بيها حشوه الكريمه في الصيام ويبقى طعمها حلو جدا. النهارده هنحتاج 450 جرام من الكنافه. طبعا احنا هنا بنجيب الكنافه اللي هي المجمده، الباكج بتبقى 450 جرام. انا بجيبها وهي جامدة كده، بحطها في الكبة وبفرمها، اسهل بكتير من ان انا اقطعها بالسكينة، بس طبعا لو عايزين تفرموها بالسكينة براحتكم. المهم ان احنا نوصل للكنافة تبقى ناعمة زي ما انتوا شايفينها كده. وهنحتاج 3 معالق من السكر الباودر هنحطهم على الكنافة. السكر هيدي للكنافة لون وكمان هيساعد في تماسك الكنافة. وهنحتاج كوباية الا ربع من السمنة النباتي او سمنة عادية زي ما تحبوا. هنقلب السكر مع الكنافة كويس قوي، وبعد كده هنحط السمنة بتاعتنا ونتأكد ان السمنة اختلطت مع الكنافة كويس جدا، نفركها بايدينا كده. الخطوة دي مهمة جدا عشان نتأكد ان الكنافة بتاعتنا كلها تطلع لون واحد في الصينية. طبعا في ناس بتحب تحط لون طعام احمر، ممكن لو بتحبوا تحطوه مع السمنة الاول وبعد كده تقلبوه مع الكنافة علشان تعرفوا توزعوه كويس. بعد كده انا جبت صينية مقاس 30 دهنتها حلو قوي بالسمنة وخدت تقريبا تلتين كمية الكنافة. ونبتدي نفرد الكنافة كويس قوي ونعمل لها حواف كده علشان لما نحط الحشوة، ونضغطها بقى بأي حاجة، بصينية بكوباية بطبق، المهم ان احنا نضغطها كويس قوي. ونبتدي بقى نجهز الكريمة بتاعتنا. دي كريمة نباتي بتتباع في والمارت وبابليكس. الكريمة دي بتبقى حلوة قوي وممكن تستخدموها في الطبخ او في الحلويات. العلبة دي بتبقى 500 ملي. ممكن تستخدموا الكريمة دي، انا هستخدم العلبة كلها، او ممكن تستخدموا لبن جوز هند لو بتحبوا. ممكن كمان تعملوا ميكس بين الاتنين، يعني نص الكمية كريمة نباتي ونص الكمية لبن جوز هند. طبعا في الفطار بتعملوها بلبن عادي او لبن وقشطة زي ما تحبوا. خدنا 3 معالق من النشا او من بودرة الكاسترد، دوبناهم في معلقتين مية باردة كده وحطيناهم على الكريمة، وكل بقى ده على النار نقلب على طول لغاية ما الكريمة بتاعتنا تبتدي تتقل من خليط النشا. طبعا احنا محطناش اي سكر في الخليط ده، الكنافة اوريدي بتاخد السكر بتاعها من الشربات، فما تحطوش اي سكر في الحشوة بتاعتها. وبعد ما خليط الكريم خلاص غلي ووصل للسمك ده، مش هتحسوا انه تقيل وهو لسه سخن، على طول هنصبه على الكنافة علشان يعرف يتفرد كده براحته وهو لسه سخن. ونسيبه بقى نص ساعة لغاية ما يبرد ويعمل قشرة كده، تيجوا تضغطوا عليه بايديكوا تلاقوه مش بيلزق في ايديكوا. ونبتدي بقى نحط طبقة الكنافة اللي من فوق. مهم جدا ان احنا نصبه وهو لسه سخن، هيسهل عليكم قوي وانتوا بتفردوه. ونسيبه شوية كده لغاية ما يهدى، وبعد كده نحط اخر كمية الكنافة كلها، نضغط عليها كويس. الصينية دي اللي هي مقاس 30 بتاخد المقدار كله. نبتدي بقى نضغط على الكنافة كويس، وفي الوقت ده نسخن الفرن بتاعنا على درجة حرارة 400. هنحطها في الرف اللي في النص، وهنسيب الكنافة في الفرن من نص ساعة لساعة الا ربع تقريبا، لغاية ما نلاقي الحواف بتاعة الصينية ابتدت تاخد لون ذهبي وتفصل من الصينية. لو وصلتوا للمرحلة دي والكنافة ما كانتش خدت لون من فوق، على طول هنطفي الفرن ونشغل الشواية برضو على درجة حرارة 400 لغاية ما تاخد لون ذهبي من فوق. الكنافة بتاعتي خدت تقريبا ساعة الا ربع طلعت باللون الجميل ده. طبعا انا كنت مجهزة الشربات بتاع الكنافة دافي، كوبايتين من السكر، كوباية ونص المية، وعصرة من الليمون، وبنسيبهم يغلوا مع بعض كده 3 دقايق. وبعد كده لما يهدوا نحطهم على الكنافة. طبعا ممكن تسيبوا الكنافة في الصينية او ممكن تقلبوها زي ما تحبوا. انا بحب كمان اقلبها، واول ما اقلبها احط كمان على الناحية التانية شوية من الشربات بتاع الكنافة، ونبتدي نسيبها تهدى شوية وبعد كده نقطعها. زي ما انتوا شايفين الكنافة بتاعتنا خدت لون حلو قوي من فوق ومن تحت من غير ما نحتاج لون طعام، والكريمة بتاعتنا لسه طرية. جربوا تعملوها وقولولي رأيكم. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، واشوفكم في وصفة تانية. ثانك يو.